لو مش مستعد للتعب فاستعد يا باشا للندم. لو ما انتش مستعد للشقة فاستعد بقلة الحيلة اللي هتقابلك طول حياتك. لو ما انتش مستعد انك تبذل مجهود فاستعد انك تقف قدام الناس وانت مكانك وكل الناس عملت كل حاجة انت كان نفسك فيها. لو ما انتش مستعد انك ترمي ورا ظهرك الحاجات اللي بتوجعك والحاجات اللي بتوقفك فاستعد يا باشا لحياة كلها كآبة وكلها حزن. حزن على ايه؟ مش على اللي فات، حزن على انك واقف في وسط الناس مالكش قيمة. صدقني والله، ودي الحقيقة، دي الحقيقة اللي محدش هيقولك عليها، دي الحقيقة اللي انت هتكتشفها قدام. وانا مش عايزك تكتشفها، لا، انا عايزك تستعد للتعب، تستعد لبذل المجهود، تستعد للشقة، تستعد للكلام ده. والكلام ده مش كلام، هي الأحلام عايزة كده، واللي انت عايز تحققه مش هيتعامل غير بكده. فيا ابني اقفل ودنك عن أي حاجة بتقولك غير الكلام ده، وركز في حاجة واحدة بس: الندم مش هتستحمله والوجع مش هتستحمله. استحمل التعب بس تعيش عمره كله وأنا مش ندمان.